انت ماكش شغل ليه يا استاذ محمد؟ شغل يا ابني وانت مش شغال في مصنع الصبح؟ مصنع ايه بقى؟ ما رفضوني. خير رفضوك ليه؟ عشان ما برضاش بالظلم، واحد صاحبي اتظلم كتبت فيه مسيرة شعر قام رفضوني. هو انت اصلا شاعر يا ابني؟ هوايه كده. استنى اما اسمعك انا كتبت فيهم ايه. وتبوظ القضيه ودي العدل وسط الناس، تطلب مقلبيه يجيلك عدس بالاناناس، عصفور الجناين واقف بيداوي جراح الناس من عبد الله المعداوي. عبد الله المعداوي ده بقى اللي هو ايه بيظلم الناس يا استاذ محمد، اللي هو ظالم زميلي في الشغل. وقف الشجاع الامام يقول في الناس كلام، يا عالم اصحوا وفوقوا بالذمه ده اسمه كلام. جالي خصم وجزا 7-8 ايام. طب يا ابني خصم وجزا و7 ايام هو مش رافض زي ما انت قلت. لا ما هو لما جالي خصم وجزا كتبت فيهم قصيده تانية. استنى لما اسمعها. لا 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 لا, لا كده تمام. بص هو انا موافق تشتغل معايا عامه يعني، بس بص يعني رجاء مني كده بلاش موضوع شعر ده خالص يعني. ابتعد عن شعري من اجل اكواتي، طلب المعلم كده اعمل ايه يا اخواتي. ولا هو انت قريب استاذ ضياء المرغني لما كان مع عادل امام في مرجان احمد مرجان؟ ما هو اخو جدي على طول. اخو جدك؟ ربنا يستر.